المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين. فهذه المساجد يجب أن تهدم، ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المسألة. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباة وبكل صراحة وبدون مراعاة لأحد. هذه مسألة أخرى، الحرم العسكري الشريف المغتصب السريب الباقي إلى هذه اللحظة مدمرا، والأنقاض على جسدي إمامين المعصومين صلوات الله عليهما، وما من مغيث يرفع هذه الأنقاض، وهذا الحرم الباقي إلى هذه اللحظة في أيدي النواصب يجب أن يسترد. هذا الحرم أهمية استرداده تفوق أهمية استرداد القدس، هو أعظم عند الله. جسد الإمام المعصوم أعظم من صخرته وإن عرج عليها رسول الله. يجب أن يسترد، يجب أن يرجع إلى السيادة الشيعية بأي ثمن، ويجب تشكيل فريق أو لواء أمني أو قوة حماية أمنية معتد بها تحمي هذه العتبة المقدسة وسائر العتبات. ويجب تطهير مدينة سامراء وكذلك سائر المدن، ولكن بالدرجة الأولى سامراء المقدسة يجب تطهيرها من هؤلاء الكفر الوحوش. وإذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك فيجب أن تترك المجال للشعب لكي يتحرك. هذا الشعب استطاع أن يسقط 14 محافظة في زمن نظام ديكتاتوري بائس قاهر، ليس صعبا عليه أن يصفيه من الحثالات، أن يصفي مدينة كهذه من الحثالات. هو قادر، شعب جبار، ولكن ليتركوه ليتحمل مسؤوليته. هذه النقاط يجب أن نضعها في عين الاعتبار أو بعين الاعتبار.